السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مربى التين. يلا نعمل المربى وجيب التين قبل ما يخلص. خلاص هو مروح الحقيقي. عشان نبدأ نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنجيبها، انا جبت 2 كيلو من التين، انا عامله قبل كده بس يعني جبت 2 كيلو كماله عشان يقعد يكفيني يعني للسنه الجايه. جبت 2 كيلو من التين، غسلتهم غسله كويسه، وفي المصفى طبعا بتاعتهم هي بيصفوا او الصفوا خلاص، وهنقطعيهم مكعبات بالشكل ده. هتقطعيهم بالشكل ده، تشيلي الحته الفوقانيه وتقطعي التينايه كده كلها مكعبات بالشكل ده. عايزاها قطع هتسيبيها كده بالشكل ده. عايزاها من ده على ده هتضربي حبه بالهاند بلندر. عايزاها بيور خالص او يعني ناعمه خالص هتضربيها كلها بالهاند بلندر. ممكن تحطيها على كيكات او تحطيها سندوتشات هتبقى حلوه. انا قطعت الكميه اللي انا عايزاها كلها، او قطعت ال2 كيلو كلهم بالشكل ده، وهنكمل الشغل بتاعهم كده. خلص الكميه كلها قطعتها خلاص وحطيتها في الحله بالشكل ده. هنشوف هنحط عليها ايه. هو كيلو الفاكهه، اي كيلو فاكهه بياخد نص كيلو من السكر. انا هنحط على 2 كيلو دول كيلو الا ربع سكر، لان طبعا التين انتوا عارفينه معسل، وهحاول يعني ننقص شويه من السكر وان شاء الله هيبقى حلو. هنحط كيلو الا ربع من السكر على ال2 كيلو تين، وكمان هنحط ميه. حطيت بتاع كوبايه ميه كبيره. هو انا زودت الميه بس سبتها على النار لغايه لما استوت الفاكهه كويس. كده هنحطها بقى على النار، وكل ما تطلع الريمه هنشيلها بالشكل ده. كل ما تطلع ريمه لازم تشيليها عشان خاطر الفاكهه ما تبصي منك او المربى ما تبصي منك بسرعه. بالطريقه اللي هنعملها دي هتقعد معاكي للسنه الجايه ان شاء الله، تاكلي فيها وما يحصلهاش اي حاجه. كل ما تطلع ريمه تشيليها. بص ما هي زادت ازاي، بس مش مشكله. انا قلت الفاكهه هتستوى احسن. عموما انا زودت غلطه، هي غلطه من عندي انا، مش قصده يعني. عموما انا بعد ما سويت الفاكهه كويس خدتها في الهاند بلندر، عملتها اديتها نص ضربه، ما ضربتهاش كلها. انا مش عايزه الفاكهه كلها ت... تعمل يعني، انا عايزاها ضربتها نص ضربه، فيها حبه فاكهه وفيها حبه من هو المطحونين. كده هرجعها النار تاني، وبرده كل ما تطلع الريمه هنشيلها بالمعلقه كده اهوت لغايه لما تتسبك كويس وتتقل. دلوقتي بقى في الوقت ده هنعصر الليمون. كده جبت ليمونية وعصرتها كلها، وهنقلب. وكل ما تطلع ريم زي ما قلتلك هنشيلوها. وهتقلبي على طول عشان بيلزق تحت، وعايز يا ريت تكون حله ما بتلزقش. ولو كده هو تخلي ايدك فيها على طول تقليب عشان بيلزق بسيط كده من تحت. بصي الريمه طلعت تاني وهنشيلها برضو. شلتها كده بقى بعد ما التين استوى. بصي عامل ازاي، والميه قلت. انا سبتها لغايه لما استوت كويس والفاكهه استوت كويس. الميه قلت، سبتها بقى كده لغايه لما تبرد. بعدين هنعبيها في برطمان، تكوني برطمان مع قماه حطها مع غسلان ميه سخنه، وحطها في الفرن كده شويه. وبعدين يكونش فيه نقطه ميه، اهم حاجه ما يكونش فيه نقطه ميه. هنعبي البرطمان بالشكل ده.
حبيت البرطمان كله وغسلته طبعا من بره ونشفته، وكمان الباقي الحبه اللي فاضلين حطيتهم في علبه بالشكل ده. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبك ورضاكي واستحسانك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.